الهكسوس هم جماعة من الرعاة كانوا يعيشون في آسيا وهجموا على مصر أيام أجدادنا الفراعنة. أغاروا عليها من الشمال حتى وصل زحفهم إلى محافظة الشرقية وعسكروا في بلدة تسمى أواريس. كيف حكم الهكسوس مصر؟ جرائم الهكسوس في مصر: أخذوا يظلمون الناس وينهبون أقواتهم ويسرقون أموالهم ويشردون أبناءهم. وأخذ هؤلاء الهكسوس يتدخلون في شؤون مصر عاملين على تفرقة صفوف الشعب، وراحوا يسخرون من عادات المصريين وتقاليدهم حتى بلغ بمليكهم أن يسخر من سقننرع أمير طيبة. وكان سقننرع وقتئذ أقوى أمراء مصر وأكثرهم إخلاصا لبلاده. أرسل ملك الهكسوس رسولا يقول لسقننرع إن أفراس النهر في طيبة تزعجه في أواريس، وإذا لم تكف أفراس النهر عن هذه الأصوات فسيرسل من يبيدها. فصاح سقننرع غاضبا قائلا لرسول ملك الهكسوس: هذا تهديد ووعيد، أتزعجه أفراس النهر في طيبة والمسافة بين طيبة وأواريس 700 ميل أو تزيد؟ ثم عاد رسول الهكسوس يقول: لقد علم سيدي أنك تزيد في جيشك، لهذا أرسلني إليك منذرا ومحذرا. وما إن خرج رسول الهكسوس حتى اجتمع سقننرع برجاله للتفكير في رد هذه الإهانة التي لحقت بهم من مستعمر دخيل، وانتهى اجتماعهم بأن يرسل سقننرع إلى جميع أمراء مصر رسله ليدعوهم إلى ضم الصفوف وجمع الكلمة، وإلى لقاء قريب في القصر. كم فيما سمعتموه. وعندما اجتمع الأمراء بدأ سقننرع يقول: لن نرضى الحياة في وطننا عبيدا أذلاء، ولن نقبل أن يتحكم فينا عدو يفسد علينا نفوسنا وأفكارنا ويغتصب أرضنا ويقتل أبناءنا ويحطم عزتنا وكرامتنا. ثم راح سقننرع يقص عليهم قصة أفراس النهر وكيف كانت تقلق ملك الهكسوس في أواريس. فصاح أمير بوتو قائلا: لقد تجاوز الظالمون المدى. وصاح أمير قفط: لن نقبل هذه الإهانة أبدا. وصاح أمير أرمنت: لا بد من تأديبه وطرده من هذه البلاد. وعاد سقننرع يقول: كيف نعد للأمر عدته؟ فقال أمير أرمنت: سأقدم لقتال هؤلاء الدخلاء كل ما جمعته من عربات لكي نحاربهم بمثل ما يحاربوننا به. وصاح أمير أبيدوس: لن أترك في مقاطعة رجلا إلا أرسلته إلى قتال هؤلاء الهكسوس. وصاح أمير قفط: يا سقننرع، إن جنودي وما في خزانتي من مال وقف على قتال هؤلاء الدخلاء. وقال أمير بوتو: أما أنا فسأدبر لكم الرجال وما تحتاجون إليه من أقوات وخيام. وصاح سقننرع في سرور زائد قائلا: بورك فيكم يا أمراء مصر، هكذا تلتقي صفوفنا وهكذا تتوحد إرادتنا. حارب الملك الشجاع سقننرع عدوه وسقط مدرجا بدماء الشرف. وكان لزوجته إياه حتب الفضل في دفعه إلى ساحة الشرف، وشجعت ابنها الأكبر كاموس على مواصلة الحرب، وانتصر على الهكسوس وطهر الصعيد منهم. ثم توفي وخلفه أخوه الشاب أحمس الذي كرس حياته لخدمة وطنه. بلادنا وأهلنا من ظلم الهكسوس وطغيانهم، وإلا فالموت أشرف لنا. وزحف جيش مصر بقيادة أحمس من طيبة إلى الشمال، وكل جندي في هذا الجيش متحمس للقاء هؤلاء الدخلاء، متعطش إلى الفتك بهم ليخلص بلاده من الذل الذي لحقها والعار الذي خيم عليها. وما إن التقى جيش أحمس بهؤلاء الرعاة الدخلاء حتى اندفع نحوهم اندفاع الأسد نحو فريسته، وانقض عليهم انقضاض الطير الجارح على صيده.
وأمام هذه الصفوف الزاحفة لم يجد هؤلاء الدخلاء غير الفرار إلى الشمال، وراح أحمس يطاردهم حتى اقترب من عاصمة ملكهم أواريس. وأمام هذه الإرادة الصلبة والوطنية الصادقة لم يستطع ملك الهكسوس غير الهرب من وجه الجيش المصري، وعاد من حيث أتى، وأنقذ أحمس مصر القديمة كلها من هؤلاء المغيرين الدخلاء بعد أن جمع الكلمة ووحد الصفوف والجهود.